النقط اللي هقولها النهارده لو لقيتيها في نفسك او في ولادك لازم نعمل ستوب، نقف ونعيد حساباتنا من الاول وجديد. رقم واحد، لو لقيتي نفسك دايما بتعتذري كتير على الفاضيه والمليانه زي ما بنقول كمصريين. يعني ايه؟ لو غلطتي اوكي عادي ان احنا نعتذر، لكن لو ما غلطتش ما ينفعش ان انا اعتذر طول الوقت. بمعنى لو انا طلبت من واحده صاحبتي ان احنا نخرج وخرجنا وكان الجو مش احسن حاجه، بلاقي الناس بتعتذر، معلش اصل ما كنتش اعرف الجو، اصل ما كنتش اعرف انه هيحصل كذا. لو حاجه وقعت غصب عنك طول الوقت بتعتذري عنها، فخلي بالك انك طول الوقت بتعتذري فيبقى فيه مشكله. تاني حاجه، لو انت ما بتعرفيش تقولي كلمه لا، يعني ما عندكيش healthy boundaries، ما عندكيش حدود صحيه ليكي تخصك. كل واحد عايز يعمل حاجة فهو بيلجأ لك بيقولك اعمليها لي، إذا كان أصحاب أو إذا كان أهل أو إذا كان زوج أو إذا كان أولاد. محدش عايز يشيل المسؤولية، فأنت بالتالي بتشيليها وما بتعرفيش تقولي لا والله ده مش من أولوياتي أو مش هينفع معايا دلوقتي. فبتضطري إن أنت تتحولي ليس بيرسون، شخص على طول بيقول حاضر، شخص على طول بيقول أنا هنفذ لكم اللي أنتوا عايزينه. وده طبعا بيأثر عليكي كأم، بيأثر على نفسيتك، فبرضه خدي بالك. موقف معين ما يخصكيش بس انتي شخص empathetic، يعني ايه؟ يعني بتتحملي العبء بتاع المشكلة بتاعت اي حد وبتتخيلي ان هي مشكلتك انتي، فبتقعدي تعيطي وتنهاري وتحملي نفسك مسؤولية مش بتاعتك، ودايما بتخشي في مود الكآبة لو لا قدر الله سمعتي عن مشكلة اي حد، بتحسيها قوي زيادة عن اللزوم، في you take the responsibility في حاجة مش بتاعتك. فبرضو خدي بالك. لو طول الوقت بتوافقي على آراء أي شخص، قاعدة في قاعدة وعلى طول بتوافقيهم في الآراء، ما بتقوليش رأيك، لكن كل ما حد يقولك وانتي رأيك ايه بتقولي له أيوة صح كلامك صح. بتخافي ان انتي تعبري عن رأيك وعن اللي جواكي، بتخافي تقولي كلمة لحسن تتفهمي غلط، فبرضو خدي بالك. لو ما بتعرفيش تعبري عن مشاعرك، ما بتعرفيش تقولي ان انت زعلانه، ما بتعرفيش تقولي ان انت رافضه شيء معين، ما بتعرفيش تقولي انا مش هعمل الحاجه اللي انتوا عايزينها، دايما مشاعرك لجوه مجروحه، شايله همها وشايله هم الناس، خدي بالك. لو انت شخص بتخبي حقيقتك، يعني بتتعاملي قدام الناس بماسك مش بتاعك، بمعنى بتتعاملي بطريقة معينة مش هي دي حقيقتك، بتغيري تون صوتك، بتتكلمي عن حياتك بشكل اللي يناسب الناس اللي انت قاعدة معاهم، ومبتبقيش عايزة تقولي الحقيقة، بتحاولي ان انت تخبي طريقتك الحقيقية وكشخص حقيقي قدام ناس معينين، فخدي بالك. وطبعا انت بتسيكي الفاليديشن، يعني انت شايفه قيمتك في قرب الناس ليكي، شايفه قيمتك في ان هما بيقولوا لك الله لبسك حلو النهارده فمودك يبقى احسن حاجه. لو حد قال لك لا والله ايه اللبس اللي انت لابساه ده مش حلو، ده مش احسن حاجه، فبتبقي داون جدا طول اليوم، فانت مش حاسه بقيمتك، مش حاسه ان انت ليكي وجود في الحياة، خايفة الناس تبعد عنك، خايفة ان يكون رأيك هيزعلهم منك، خايفة انك لو قلتي لا هيبعدوا عنك، لان انت ما تعرفيش قيمتك الحقيقية. كل البوينتس اللي انا قلتها النهاردة فاحنا بنسمي الشخص ده people pleaser. يعني ايه people pleaser؟ يعني الشخص اللي بيرضي الناس على حساب نفسه، على حساب مشاعره، على حساب أولوياته. علشان كده انت محتاجة تكون people pleaser ولا محتاجة تكوني نفسك؟ وكل اللي انا قلته في الفيديو ده ايه هي اسبابه هنعرفها في الفيديو الجاي، بس انا عايزة اقولك لو عندك حد من اطفالك او انت في اي بوينت من البوينتس اللي قلتها النهاردة، يا ريت تراجعوا نفسكم وتكتبي لي في الكومنت احساسك ايه وانتي سمعتي او لما بتسمعي البوينتس دي، وشايفه نفسك المفروض تحليها ازاي. المهم استنوا الفيديو الجاي هقول لكم ليه الشخص ممكن يكون people pleaser.